مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم المطبخي جبت لكم كاطو شباب بزاف. راني متأكدة بلي يعجبكم. هذا الكاطو يوالم جميع المناسبات، اي مناسبة تكون عندكم تقدروا تعملوه. وانا هذا الفيديو كان عندي مسجل، كنت امي الله يحفظها لي كانت جابت عمره، وكنت خدمت هاد لي صابلي بريستيج ولا اروع، تقدروا تعملوه بمناسبات كذلك الحج ولا النجاحات تاع وليداتكم. نتائج تاع شهادات البكالوريا راها على الابواب. الله يفرح كامل وليداتنا يا ربي، ان شاء الله كامل البيوت الجزائريه نسمعوا فيهم الاول، ولا في العياد ولا في الاعراس والخطوبات، يوالم جميع المناسبات البنات. صابلي بريستيج هو الارواح. شوفوا شحال شباب همي بريزونطابل، لاش نقول لكم ساهل ماهل. كي تشوفوا هكذا الديكوراسيون تحسبوه صعيب، بصح هو حاجه جد بسيطه. شوفوا راني اقسم معاكم بحال الحبه باش تشوفوه كيفاش جا من الداخل. لاش نقول لكم جاي يدوب في اليد ماشي عاده في الفم، والبنه جات هبال تاع الهبال مع ديك الكريمه زادت له حل البنه ما نحكي لكمش. شوفوا صابلي بريستيج بريزونطابل شباب همي، ما يحشمكمش كامل، تعبيوه كهديه ولا توجدوه لضيافكم ويخرج لكم كميه كبيره قريبه 50 حبه بالمقادير اللي تشوفوها في الفيديو. والان فوتوا مباشره مع الوصفه. نبداو بسم الله على بركه الله. نجيبوا العلبه الكبيره المارغرين اللي الوزن ديالها 500 غرام، قسمتها على 4 اجزاء متساويه. في الوصفه تاعنا نحتاجو فقط 3 اجزاء، اذا 3 اجزاء يجينا المجموع ديالها 375 غرام تاع المارغرين. شوفوا الجزء الرابع هذه 125 غرام تاع المارغرين ما نحتاجهاش، اذا استعملنا 375 غرام تاع المارغرين تكون عندنا طريه بدرجه حراره المطبخ. نزيد عليها 6 معالق كبيره تاع الزيت، هذه الاولى، الثانيه، الثالثه، والرابعه، والخامسه، والسادسه. نزيد عليها ملعقه صغيره تاع لافاني، ونزيد عليها 3 حبات تاع ولا جداد. شوفوا البنات، 2 حبات نفدوهم كاملين والبياض بالصفر، والحبه الثالثه نفدو فقط الصفر تاع الحبه، اذا البياض واحد ما نستعملوهش. هذا شوفوا البياض هذا ما نستعملوش، اذا 2 حبات كاملين وصفر تاع حبه تاع ولا جداد. نزيدو عليها 3 معالق كبيره مملوءه جيدا تاع السكرات، بهذه المعلقه الاولى، المعلقه الزوجه، وهذه المعلقه الثالثه. ونزيد عليها ملعقه كبيره مملوءه جيدا تاع الكاكاو المر، ما حبيتهاش اللون ديالها يكون فونسي بزاف. ونزيد عليها 3 معالق كبيره تاع الاو كان عندي محمص ومرحي به باشورو، هذا اختياري بصح يعطي بنه بنينه لهاد الصابلي ديالنا. ونزيدوا عليها 150 غرام تاع حلوة مليانه اللي هي حلوة الترك، هكذا فتتها بيدي حوالي 3 معالق كبيره حتى 4 معالق كبيره تاع الحلوة مليانه. ونجيب الباتور ديالي ونخلط كامل هاد المكونات جيدا، خلطوه غايه الغايه حتى يولي الخليط ديالنا على شكل كريمه. ماذا بيكم البنات تستعملوا الباتور باش يولي الخليط ديالكم متجانس، وهذوك لي صابلي ديالكم ما يبقاوش يخرجوا لكم الزيت. كي تكملوا مع الباتور ما تخصوش لي فوي على خاطر من بعد دوك نعاودو نحتاجوهم. والان نمشيو نضيفوا الفرينه. استعملت الكاس 250 ملل، عملت الكاس الاول تاع الفرينه، هنا زدت الكاس زوج تاع الفرينه هنا باش نعاون المبتدئات، وزدت ملعقه صغيره خميره الحلويات ما تعمروهاش بزاف البنات، واستعملت يديه. الكاس الثالث خليته على جانب، ونبدا نضيف فيه غير بشويه. هنا كبيت الكاس الثالث كامل، عاود مشيت جبت هنا الكاس الرابع، غنضيفو غير بالتدريج. خاصنا الفرينه باش ما تغلبناش نضيفو غير بشويه. كملت هنا الكاس الرابع والكاس الخامس، عاود راني نكبو غير بشويه. نحاولوا غير نلموا العجينه ديالنا ما نعجنوهاش باش هكذا لي صابلي ديالنا يكونوا ناجحين. العجينه تاع الصابلي ما خاصهاش تعجن، خاصها غير تنطم حتى اللي نكمل كامل الكاس الخامس. هنا جاني نيشان 5 كيسان تاع الفرينه. حاولت نلم العجينه ديالي، وشوفوا البنات القوام تاع العجينه ديالنا خاصنا تكون طريه وما تلصقناش في يديا. عملت العجينه ديالي في قلب كيس بلاستيكي، ومشي ندخلها في قلب الفريجيدير على الاقل نصف ساعه باش تعاوننا في الخدمه. من جهه واحده اخرى جبت هاد الترانسفير تاع الشوكولا. هاد الترانسفير شوفوا على حساب لوكازيون اللي تكونوا ماشيين تخدموا فيها هاد لي صابلي. مثلا عملتهم العمره، عملت عمره مقبوله، تشوفوا حتى الحج، شوفوا الحج راه كاين حج مبروك، حج مقبول، راه كاين انواع واشكال. حتى العيد كاين مبروك العيد تاع النجاحات، شوفوا مبروك النجاح تاع الاعراس، كاين الف مبروك
تاع المزيوت راه كاين كل انواع. وعاودوا اختاروا لومبورتو بياس ديالكم يكون شويه كبير على هاد المول. انا اختاريت هكذا المول كاغي شويه كبير عليه. من جهه واحده اخرى عاود جبت هاد بلاستيك اللي نصيبهم في الوراق تاع الديول. انا دايما نحب نخدم فوقهم لي صابلي. رفدت كميه من العجينه، بالطبع جبت غير جزء، والجزء الاخر خليته في خيجيدار، جبت غير بشويه بشويه. فتحتها هكذا بالغولو. وهنا السمك ما تعملوش رقيق بزاف بزاف، عاود ما تغلطوهاش. اختار دوك نلصقوا حبه مع اختها. عاود جبت هاد المربع ديالي وبقيت نطبع به. شوفوا البنات، ما تبوتيوش لومبورطو بياس تعبيو تجيبوا فيه، يطلعوا وتهبطوا هكذا وترشموا كامل لاباط ديالنا وترتفد معنا بكل سهوله. كي نستعملوا هذاك البلاستيك من التحت، جبت البلاطو ديالي وراني نستف هاد لي صابلي ديالي. وبالنسبه للعجينه المتبقيه ما تعجنوهاش، حاولوا تطموها غير هكذا كما راكم تشوفوا في الفيديو هكذا بهذيك الجناب تاع الشكاره تاع البلاستيك. عاودوا تجمعوها مره واحده اخرى وفتحوها هكذا بالوراء وعاودوا تطبعوها حتى اللي تكملوا كامل الكميه تاع العجينه. دخلت الصينيه ديالي طيب لي من التحت، كي نحس لي الصابلي ديالي طابوا لي من التحت عاود طيبتهم غير شويه من الفوق. وهاودي هذه الصينيه الزوجه البنات، ماشي الصينيه الاولى. وشوفوا الطياب تاع لي صابلي ديالنا. حذاري البنات لي صابلي وشوكولا يغلبوكم في الطياب وينحرقوا لكم، على خاطر ما يبانش بزاف الطياب ديالهم. شوفوا هنا راني نوريكم، شوفوا كيفاش جاتني كي الحبه كي اختها جاوني اد كامل، ما يتغيروناش في الشكل. كي ندخلهم يطيبوا نحي لي صابلي ديالي من الصينيه ونخليهم يبردوا لي تماما ونمشيو نكملوا بقيه الوصفه. جهه واحده اخرى جبت طابليطه تاع 250 غرام تاع الشوكولا، راني نقصها هكذا كريدات صغار شوكولاته البيضاء، راني نعملها هكذا في غطار. وجبت كميه من الماء بارد، الماء، وخاصنا هذاك الماء نحطو فوق هذيك الشوكولا، وخاصنا هذيك الشوكولا القاع ديالها ما يكونش يلامس الماء. عملت هذيك الشوكولاته البيضاء ديالي تدوبلي، وكي نحس بلي بقاو فيها هكذا قطع صغيره حتى يكون عاده ما دابوش نطفي عليها باش ما تنحرقليش، وغير بالسخانه تاعها تعاود يذوبوا لها دوك الكريدات الصغار. نمشي نعمر هاد الشوكولا البيضاء في قلب لابوش وما نضيف لها حتى اضافه، ما نزيد لها لا الماء لا زيت لا والو. ونمشي نعمر بها المول ديالي، ومره على مره نبقى نضرب هذاك المول ديالي فوق الطابله باش هذيك الشوكولا تسقد. ونعمر غايه الغايه اللي مول ديالنا باش يخرج لنا كامل موتيف الشباب. ندخل هذا المول ديالي في فريجيدير حتى اللي يبرد لي تماما ويزول معنا بكل سهوله كي يبرد. شوفوا من بعد الشوكولا اللي جمدت، شوفوا كيفاش يزول هذاك ترانسفير، شوفوا الشكل ديالو كيفاش يجي الشباب. ونخليهم على جانب حتى الوقت اللي نحتاجهم. والان نمشيو نوجدوا الكريمه اللي نلصقوا بها هاد لي صابلي. نحتاجو فيها الى 200 غرام تاع المارغرين تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. نمشيو نضيفوا عليها 200 غرام تاع حلوه منيانه اللي هي حلوه الترك. جبت لاغاب وبقيت نغابي في هذيك حلوه منيانه. هنا اختيار، تحبوا تغابيوها كيفي هكذا تفتت معاكم بكل سهوله، ولا تفتوها غير بيديكم. مشيت نزيد عليها 3 معالق كبار تاع السكر غلاس، ما تعمروهمش بزاف بزاف باش ما تجيكمش كريمه ديالكم حلوه. وزدت عليها 3 معالق كبيره تاع الطوفيه كراميل، انا شريتها ما طيبتهاش. تحبوا تطيبوها في الدار لكم الاختيار. 3 معالق كبيره تاع الطوفيه كراميل. عاود جبت الباتور ديالي وبقيت نخلط كامل هاد المكونات جيدا. خلطوا غايه الغايه هاد لاكريم ديالكم باش الحجم ديالها يتضاعف. ومره على مره هبطوا لها هكذا الجناب، وتوما تطربوا حتى اللي تتحصلوا على كريمه اسمعوا روعه وبنينه بنينه بزاف بزاف ومتماسكه. مدامكم نتوما تطربوا فيها وهي تضاعف الحجم ديالها وتوليكم شوفوا متماسكه، وحتى تقلبوا اللين ديالكم ما تطيح لكمش. والبنه ديالها ولا اروع بهذيك الطوفيه بالكراميل وبهذيك حلوه بنيانه بنينه. نعمر هكذا لابوش ديالي باش تعاونني في الخدمه. ونجيب لي صابلي ديالي من بعد اللي كانوا بردوا لي تماما، خاصنا لي صابلي ديالي يكونوا باردين باش عاد نمشيو نعمرهم بالكريمه ونمشيو نحشيوهم هكذا بالكريمه. شويه كثروا الكريمه البنات باش تجيكم الطبقه شويه غليظه. نعمر هكذا لي صابلي ديالي ونحي داك الزيادات هكذا بالجناب، نكرطهم هكذا بصباعي. بنفس الطريقه نعمر هكذا لي صابلي ديالي ونخليهم يبردوا لي غايه الغايه. انا طحيتهم في خيجيدار باش يابطوا لي ويعاونوني في الكلاصاج. ما تستعملوهمش هما هكذا عادي يبوجي وتبقى هذيك الكريمه سورتو في السخانه دوك تبقى تذوب لكم وكلشي. عملوهم يبردوا لكم باش يعاونوكم في الخدمه. ومسحوا غايه الغايه الجناب ديالكم باش يجيكم كي تعملوا الشوكولا يجيكم لي صابلي ديالكم فيني.
من جهة واحدة أخرى جبت 250 غرام تاع الشوكولاتة البيضاء، قصتها إلى قطع صغيرة، ومشيت زدت عليها 50 غرام تاع الشوكولاتة بالحليب. بصح ما عملتهاش كامل ضربة واحدة، خفت اللون يغلب لي. عملت في الاول غير شوية، وقلت اللهم يجيني اللون فاتح وانا نتحكم في اللون، خير ملي يغلب لي اللون. عملت غير كمية قليلة، وعملت هذيك الخليط تاع الشوكولا يذوب لي فوق حمام مائي، فوق كاسرونة فيها الماء بارد، بنفس الطريقة اللي ذوبتيها الشيكولا في الاول. وكي شفت بلي هنا اللون جاني فاتح، بديت نزيد لها شوية الشوكولا حتى عملت كامل هذيك 50 غرام. ذوبت الشوكولا ديالي كامل، وفي الاخير كامل كي تحصلت على اللون اللي نحبه، مشيت زدت لها 2 ملاعق كبيره تاع الزيت. شوفوا البنات، الا كنتو تخدموا لي صابلي ديالكم هكذا في الصيف وتكون سخانه بزاف بزاف، بالافضل ما تزيدوا لها والو، ما تزيدوا لها حتى ديك الزيت 2 معالق، ما تزيدوا والو، باش الشوكولا ديالكم تنشفكم غايه الغايه. وما تبقاوش خاصكم تطحيوها في خيجيدار، على خاطر كتعملوا لها في الزيت في الصيف خاصكم تطحيو لي صابلي ديالكم في خيجيدار. شحال من خطره الخيجيدار ديالنا تكون معمره، من الافضل ما تزيدولهاش الزيت فصل الصيف. بصح الا كنتو في المشتى ولا الربيع كيفي، زيدوا لها الزيت. شوفوا تحصلت على اللون رائع وشباب بزاف بزاف. من جهه واحده اخرى للتزيين، مشيت شريت هاد القاروره. شوفوا البنات، راه مكتوب فيها ميتاليك جولد. هذا الذهبي هذا ينباع هكذا واجد ليكيد البنات، سائل واجد، على خاطر تنباع مرات البودره بوحدها وهذاك السائل بوحدو. لا البنات، هاد القاروره ينباع فيها واجد. انا عاود مشيت خففته بشويه تاع الماء، غير شويه قليل، بعض القطرات من الماء، وهو ده من بعد اللي خففته وخليته على جانب. هذا للتزيين تاع لي صابلي. رجعت لي صابلي ديالي، شوفوا معايا راهم باردين. شوفوا كيفاش هذوك لي صابلي ديالنا كي يبردوا يلصقوا، ما تبقاش هذيك الكريمه تزلق، ويبقاو هذوك لي صابلي ديالنا يبوجيو. دروك مباشره نمشيو نعملهم الكلاصاج. دروك كلشي عندي واجد، لي صابلي ديالي البارد ديالهم واجدين. هذوك ترانسفير دوك المربعات تاع الشوكولاته البيضاء راهم عندي واجدين. هذاك الدوغي، هذاك ناكري دوغي عندي واجد. وجبت هكذا ملعقه كبيره تاع الكاكاو، عملتها في الصفايه، بالطبع الشوكولا ديالي اللي ذوبتها. شوفوا داك اللون شحال جا شباب، ريحه واجده. ودروك نمشيو نزينو لي صابلي ديالنا. وجدت البلاطو ديالي وعملت فوقو كيس بلاستيكي، وجبت هكذا فرشيطه حطيت فوقها الحبه تاع لي صابلي، وبقيت نفرغ فوقها الشوكولا. وحاولوا نعملوا في كامل الجناب، نكلاصيوها غايه الغايه، سورتو الجناب، ونفطوا هذيك الشوكولا الزايده هكذا مفرشيطه، ونحطوها فوق هذاك البلاستيك. وحاولوا كي تحطوا لي صابلي ديالكم فوق البلاستيك، عينوه ما تخليوهش في بلاصتو باش ما تجيناش هذيك الطبقه تاع الشوكولا من تحت غليظه. بنفس الطريقه نكلاصي هكذا 3 حبات ولا 4 حبات تاع لي صابلي، نخدموا غير ب3 ولا 4، ماكسيموم 5 حبات البنات. وقبل ما تنشف لنا الشوكولا نمشيو نرشوهم هكذا رشه خفيفه بالكاكاو. الشوكولا ديالنا راه عاده طريه، كلشي عاده طري، نرشوهم هكذا بالكاكاو رشات خفاف. نعاودو نمشيو نعملهم هذا الرشات بهذاك الدوغي، غير بالفرشات هكذا نعملوها بيدين هكذاك. هما بيكاسو اللي كان يعمل في اللوحه ديالو يرش، حنا نرشو لي صابلي ديالنا. وعاود في الاخر كامل نمشيو نحطو هذاك مربع الشوكولا في الوسط. حاولوا تحطوه نيشان في الوسط. والشوكولا ديالنا راه عاده طريه، دوك كلشي ينشف ويلصق. بنفس الطريقه دوك نزينو لي صابلي الاخرين. راني نعاود نزيد معاكم حبيبات واحد اخرين بنفس الطريقه. راني نعمل الكلاصاج وشوكولا لي صابلي ديالنا، راني نحطهم فوق البلاستيك. راني نخدم هكذا غير ب4 حبات، ما تخدموش بكميه كبيره. نعاودو نرشوهم رشه خفيفه بالكاكاو. بالطبع دائما نستعملوا الصفايه، وكي تستعملوا غير بضربات خفاف، ما تكتروش باش ما يغلبكمش الكاكاو. عاود نمشي نعملوا مرشات بهذاك الدوغي بالبانسو، رشوهم هكذا بيدينا رشات، يجي هكذا نقطات كامل، نقطات الموطع اللي ما يكونش منقط عاودوا نقطوه فيه. وعاود في الاخر نحطوا هذاك المربع الشوكولا في الوسط. وكانت هذه هي الطريقه تاع التزيين تاع لي صابلي ديالنا، محشيين بكريمه ولا اروع. واش نقول لكم، شوف هذاك اللون تاع الشوكولا تجي شبه شويه القهوه بالحليب، وكي تشوفهم هكذا منقطين بالكاكاو وهذاك الدوغي، ما تعرفش كامل كيفاش خدموهم. هي حاجه سهله مهله، الشكل ديالهم جا شباب وراقي وجميل جدا. مع زدنا لهم هذوك لي كيسات تاع الدونتيل، وشتهم حتى هما الموشطه هكذا منقطين بالدوغي. عاود صبت لي كيسات نفس اللون تاع الشوكولا هكذاك مارون شوكولا،
جاو شابين بزاف بزاف بريزونطاب، ما عندي ما نقولكم. والبنه ما نحكي لكمش، راكم شفتوا لي صابي ديالنا فيهم الاو فيهم حلوة منيانه، وعاود حتى لا كريم ديالنا فيها طوفيا كراميل، فيها نقول لكم حلوة منيانه مزيج من الاذواق مع الشوكولا ولا اروع. والصابري يجي يدوب في الفم، بنتو بنينه بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوه. ولا باقي لكم شي حجاج راهم عاده ما جاوش من بقاع المقدسه، وجدوه وروحوا تحمدوا به يحمر لكم وجهكم. ولا عندكم وليداتكم يفوتوا الباك، حضروه تحمروا وجهكم مع ضيافكم. ولا عندكم شي مزيود ولا شي عرس ولا شي خطبه، وجدوه البنات الشباب بزاف بزاف وبنين، يحمر لكم وجهكم. كانت هذه هي الوصفه اللي اختاريتها لكم نهار اليوم، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بحبكم بدعمكم بدعواتكم بالخير اللي عندي تسوى الدنيا وما فيها، حتى نتوما ربي يوفي لكم ما راكم متمنين. ونشوفكم فيديو اخر باذن الله.